السلام عليكم. شفنا في الفيديو ده ازاي نعمل ديب لينك على سكرين معينة، يعني من اليو ار ال افتح دايركت على سكرين معينة. الكلام ده اسمه ديب لينك. في الفيديو ده بقى هنشوف ازاي نعمل ديب لينك على ريكورد معين جوه السكرين دي. فبالتالي انا فتحت السكرين عاوز اخليها تفتح دايركت على ريكورد معين. يلا بينا. هفكرك كده بسرعة، عملنا الديب لينك لسكرين معينة قبل كده ازاي. اول حاجة دخلنا على الاب واون ستارت، مش في اون ستارت، لا، في ستارت سكرين. رحنا عملنا سويتش وعملنا بارامتر. وهفكرك برضو يعني ايه بارامتر. البارامتر ده حاجه بتحطها جوه اليو ار ال، بتتحول بعد كده اكنها فاريبل. فالبارامتر ده بيجيب فاليو معينه ويدخلها جوه الابلكيشن من اليو ار ال. فانت بتاخد الفاليو دي من اليو ار ال وتحطها جوه الابلكيشن. ماشي. وعملنا بارامتر وقلنا له لو لقيت البارامتر ده اللي اسمه سكرين بيساوي هوم هتفتح على الهوم سكرين، لو لقيته بيساوي ريكوست هتفتح على الريكوست سكرين. ورحنا شفناها ازاي بنحطها. لو عملنا كده هنلاقينا احنا حطيناها في اخر اليو ار ال، زودنا سكرين ايكوال ريكوست، وانس ان انا عملت كده هيفتح لي الريكوست سكرين. متفقين؟ احنا دلوقتي بقى عايزين نفتح جوه الريكوست سكرين اي دي معين. هقول لك نظريا هنعملها ازاي. انا هعمل بارامتر جديد جوه اليو ار ال، وهخلي الفيلد ده يقرا من البارامتر، فيبقى الديفولت بتاعه او الفاليو بتاعته هي الفاليو اللي هتطلع من البارامتر. وهكتب جوه البارامتر او هخلي البارامتر بيساوي رقم اي دي بقى معين. تعال نشوف هنعمل كده ازاي. اول حاجه محتاج اعملها ان انا هرجع للاب تاني، ومش محتاج الستارت سكرين المره دي، انا محتاج الاون ستارت، لان انا هكابتشر فاليو او هكابتشر فاريبل معين. الفاريبل ده هكابتشر ازاي؟ زي ما عملت ده، هكابتشر الفاريبل ده وهقول له set. هسمي الفاريبل مثلا var id، وبعد كده الفاليو بتاعته هي اللي هيطلع لي من البارامتر، فهقول له param واسم البارامتر بتاعي id، وهقفل البارامتر وهقفل الفاريبل. كده انا كريت فاريبل اسمه اي دي. هيجي منين؟ هيجي من البارامتر اللي هيتحط في اليو ار ال وهيكابتشر الفاليو بتاعت البارامتر ده. طيب وانا بعد كده الفار اي دي ده هعمل بيه ايه؟ هخليه الديفولت بتاع الفيلد ده، فهاجي على الفاليو في الفيلد ده وهقول له var id. بس كده انا كده حطيت بارامتر جوه اليو ار ال هيبقى له فاليو معينه، رقم طبعا لان ده اي دي. هاخد الرقم ده وهحطه في الفاريبل اللي اسمه var id وهخليه هو الديفولت بتاع الفيلد ده. فاول ما السكرين دي تفتح هتفتح على الايتم ده على طول. تعال نجرب. اول حاجه هنعمل سيف وببلش. بعد كده هروح اريفرش البيج دي عشان تيجي اخر فيرجن انا عملت لها ببلش. حلو قوي. هلعب بقى دلوقتي في ايه؟ في اليو ار ال. اليو ار ال بيقول لي سكرين ايكوال ريكوست، وحاطط الهاشتاج هو بيحطها باي ديفولت. همسحها وهحط اند وهقول له ان الاي دي اللي هو البارامتر الجديد بتاعي بيساوي 2، وهدوس انتر ونشوف بقى الابلكيشن هيعمل ايه. بص جاب لي ايه؟ جاب لي على طول اكني عملت فلتر على 2، وجاب لي الايتم وجاب لي الداتا اللي جوه. هو ده اللي انا عاوزه، مش عايز اكتر من كده. بيتهيألي بقى انت دلوقتي هتبتدي تتخيل انت ممكن تستخدم حاجه زي كده ازاي. ممكن تستخدمها في باور اوتوميت، فان انا لما ابعت مثلا ايميل نوتيفيكيشن احط فيها كليك هير تو جو تو ذا ايتم مثلا، فالايتم المعين ده يقوم رايح عليه بمجرد ما يكليك، يوديه على السكرين ويفتح له الايتم جواه. ازاي؟ ببساطه ان انا هحط اللينك عادي بتاع الابلكيشن وازود عليه البارامتر ده وكابتشر الاي دي بتاع الايتم ده من بقى الشير بوينت ليست او من باور ابس نفسه. يا رب تكون سهله وبسيطه ومفيده. ادعي لي دعوه حلوه. سلام.